السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أحباب الله، السلام على أنصار الله أنصار الحق، والسلام على أحباب القرآن العظيم وأحباب رسولنا الكريم ورسل الله وأنبيائه أجمعين. الحقيقة وأن عديد التساؤلات والانتقادات والهجمات أيضا كالعادة كثرت هذه الأيام بعد حلقة من صاحب الغار ومن الذي جاء بالصدق وصدق به. قبل أن ندخل في موضوع علم الرقم والرقيم، هذا العلم في الحقيقة حاول العديد والعديد أن يدركه وأن يفهمه، لكن هنالك من وفقه الله لمعرفة بضعة أسرار وهنالك من لم يتوفق. لذلك نقول ربنا زدنا علما، ربنا وفقنا لما تحب وترضى. قبل أن نبدأ في هذا العلم الذي كنت سأخوض فيه منذ بداية الحلقات عندما أنشأت هذه القناة، لكني خيرت أني لا أتوغل كثيرا في هذا العلم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وقلت في مناسبة من المناسبات وأن هذا العلم فيه جانب من الخطورة. هنالك حقيقة علوم تذهب بها إلى الفائدة وإلى الخير للناس وإلى العلم والمعرفة والإدراك، لكن هذه العلوم أيضا بإمكانك أن تقلبها فتذهب بها في سكة الشر، ما يحبه إبليس. كل العلوم حقيقة أنت إما أن تستعملها في الخير أو تستعملها في الشر، أنت وما تختار. لكننا بحول الله سبحانه وتعالى من كتاب ربنا نأخذ هذا العلم ونتجه به لمعرفة الحقائق، لمعرفة ما هو مكنون، لمعرفة حتى أساليب السحرة والمشعوذين والمنجمين كيف يعتمدون هذا العلم. هو سلاح ذو حدين. سنذهب رويدا في حلقات سأسرع فيها في الحقيقة كي نستفيد كثير من هذا العلم. فقبل أن نتحدث في هذا الموضوع وقد عدت إليه، لابد أن نربط علم الرقم والرقيم بكل العلوم البيولوجية، مثلا بيولوجيا الكائنات الحية التي تحدثت فيها. نربط هذا العلم بالفيزياء، هو أساسه أساس رياضي، علم الرقم والرقيم، علم الرقم والعدد والحرف والكلمة. هو متعلق بكل العلوم وكل ما وجد في كتاب ربنا من علوم، وما فرطنا في الكتاب من شيء. فنحن إذ سنبدأ رويدا، وعليكم أن تركزوا كثيرا وتجعل بين يديك ورقة وقلما، نون والقلم وما يسطرون. نحن نتكلم من كتاب ربنا الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. لهذا أحبابي في الله قد يتحدث البعض والكثير الكثير نعم عن الفتنة. ما لك يا هذا؟ أنت تحدث فتنة ثم يخرج عليك شخص آخر هكذا يتكلم. الفتنة نائمة، فهل تريد أن توقظها؟ لا، نحن لا نتكلم في فتنة ولا نحدث فتنة، نحن نريد قتل الفتنة.
كيف تقتل الفتن، كيف تطفئ نيران الحروب بين المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات. نحن كما يقول سبحانه وتعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يطفئها بعلمه وبكتابه. نعم، فنحن لا نحدث فتنة ولا نسعى للفتنة، فموضوع الفتنة الكبرى لا يهمنا في الأشخاص من يكون وما إلى ذلك. ما يهمنا أحبابي في الله الحقيقة أننا لابد أن ندرك الحقائق من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لأنه يقول: وهذا كتاب فيه ذكركم، فيه ذكركم أفلا تعقلون. ففيه ذكرنا وذكر من قبلنا وذكر من هم آتنا بعدنا. لكن كيف نعلم ذلك؟ نعلم ذلك بعلم، لأن الله يقول: ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. هذا كلام رب العالمين لا لبس ولا غبار عليه، واضح تماما. فعندما نتحدث عما صار من ذي قبل في تاريخ أمتنا العظيمة، لابد أن نتخذ جانب الحياد، جانب الحياد حتى تعلم الحقيقة. لابد أن تفكر بعقلك وتفتح أقفال قلبك. فنحن إذ نزلزل الناس والمتابعين ونصعقهم بأشياء معينة، فنحن في الحقيقة نعتمد أسلوبا في الزلزلة والصعق. لماذا؟ حتى تفتح عقلك وحتى تزيح تلك الأقفال من قلبك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يعقلون؟ أفلا يفقهون؟ أفلا يؤمنون؟ أفلا يتدبرون؟ نعم، الحقيقة وأني سأبدأ بموضوع أذكر فيه وصبرا، فهنالك من سيقول لي: أنت مقدمتك كبيرة. لا حبيبي، أنا لابد لكل حلقة من تمهيد حتى تفهم المعنى والمغزى وما نريد أن نصل إليه. عندما نصحح تاريخنا ونعلم الحق من كتاب ربنا، سنبني بناءنا على قواعد وأسس صحيحة. ستموت الفتنة. من قال لي: أنت الفتنة نائمة وأنت توقظها، لا، نحن نود أن نقتل الفتنة قتلا. بماذا؟ بعلم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، بالحق. إذا أحكي لكم هذه المقدمة الصغيرة، ثم نذهب إلى أول حلقة في علم الرقم والرقيم. المعلوم أننا في تونس حقيقة كان يحكمنا رئيس اسمه زين العابدين بن علي. امتد حكمه من 1987 7 من نوفمبر إلى 14 من شهر جانفي 2011 حيث غادر البلاد. هذا الرئيس أنا لا أقول عنه شيئا، إنما أقول مثلا: رحمه الله، رحمه الله. لا أقول عنه رضي الله عنه وأرضاه، لا. لكن في تونس في تلك الحقبة كان صراع بين الإخوان المسلمين وحزبا آخر ديمقراطيا، نعم، تحرريا، اسمه التجمع الدستوري الديمقراطي. أنا لا أتحدث في السياسة. فكان صراع كبير بينهم، فكان الفوز لهذا الحزب وحكم البلاد، وهذا معلوم. لن أتحدث في السياسة، لكني سأتحدث عما يقع في صلاة الجمعة إبان حكم هذا الرئيس رضي الله عنه وأرضاه. لا أقول.
إن كان الله راض عنه فهو راض عنه، وإن لم يكن راض عنه فلن تنفعه دعوتي أنا. كانت أئمة المساجد يدعون له بأن يرضى عنه الله حتى تؤمن الناس. يدعو الإمام يوم الجمعة في المنبر: اللهم انصرنا، اللهم أكرمنا، اللهم اشفنا وعافنا، والناس تردد آمين آمين آمين، عندما يصل إلى اللهم وفق رئيسنا زين العابدين بن علي وارضى عنه تسمعهم يقولون آمين. أفتكره الناس أن يدعوا لسلطانهم؟ نعم، كانوا يكرهون أئمة المساجد على الدعاء غصبا للرئيس، هذا معلوم. نعم، ويا ويل إمام لم يدعو للرئيس يوم الجمعة. فالحقيقة أن هذه العادة وهذه الأساليب هي أصلا في موروثنا منذ أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبح النهج أن الأئمة يدعون للسلطان ويبجلون السلطان اعتمادا على ماذا؟ وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. قال أطيعوا أولي الأمر، ولم يقل ادعوا لأولي أولياء أموركم. فالحقيقة كانت مهازل، ليس في تونس فحسب بل في شتى الأقطار العربية والإسلامية. هذا موروث. فحتى إلى اليوم، إلى يومنا هذا، عندما يصعد الخطباء على المنابر يدعون اللهم ارضى عن فلان وعن فلان. بمن يبدأون؟ بأول خليفة ثم البقية. يا حبيبي، أنت إمام، أفتكرهني أن أدعو الله بأن يرضى على عمر؟ يا حبيبي، أنا أعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب الجنة. ستقول لي كيف علمت ذلك؟ علمته في رؤياي أن الله تاب على عمر توبة نصوحا، توبة جميلة، أن الله رضي على عمر بن الخطاب، وأن الله يحب عمر بن الخطاب رغم ما فعله في الجاهلية إذ وأد ابنته البكر. هذا شيء أقوله لك. ماذا سينفع عمر لو قلته له يا ربي ارضى على عمر؟ والله رضي عنه وتاب عليه. لكن عندما تفرض علي أيضا أني أؤمن على دعاء تقول فيه ارضى على أبا بكر وعثمان وعائشة وما إلى ذلك، سأقول لك أتم البقية، لماذا توقفت هناك؟ واللهم ارضى عن حذيفة وعن عمار وعن سلمان وعن زيد وعن أبا سفيان الذي جعلته منه صحابيا، ومن زوجته أيضا حسن إسلامها. ما علمي أنا وما أدراني. هذه لا تهمني هذه الأشياء. ما يهمني فعلا هو أن نعرف حقيقة ما حصل حتى نصحح، نبني على بناءنا على أساس صحيح، حتى نترك تلك المهازل ونترك تلك الخزعبلات والتفاهات. الله أنزل على رسوله كتاب علم، كتابا اعتمدته الأمة الإسلامية، فأنجبت علماء كانوا ليصلوا بنا إلى أوج القوة. نعم، لولا الفتن ولولا المنافقون من هذه الأمة. أنا هنا لست غاضبا، ولكني أقول الحق من ربي. فقد أعدت دراسة التاريخ.
التاريخ في ظاهره لا يزيد على الإخبار كما قال ابن خلدون، ولكن في باطنه نظر وتحقيق. حقق فيه، انظر فيه، أعده، تثبت. لذلك قل سبحانه وتعالى: ألفوا ما وجدوا عليه آباءهم من قبل. نحن فعلا هكذا ألفنا ما وجدنا عليه آباءنا، لم نراجع شيئا. ثم الله سبحانه وتعالى يقول: يكتبون كتابات ويقولون هذا من عند الله. هل هذا فعل اليهود وبنو إسرائيل والمسيحيين فقط؟ لا، حتى في أمتنا موجود. إذ عندما يكتب لك حديثا أو يأخذ حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصيغه بطريقته هو، أو يحذف منه أو يزيد عليه، ينسبه للرسول. وعندما ينسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فكأنه نسبه إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذ أنك لم تقدر على تحريف كتاب الله لأنه محفوظ من الله في الصدور. أنت تستطيع أن تذهب وتكتب كما تشاء، تقول أن محمدا قال وعن فلان وعن فلان، وما أدراك أن من نقل لك الحديث ذلك كان من أحد المنافقين. أفلا تعود وتراجع وتتثبت من ذلك المصدر؟ نعم، من حقك، أنا من حقي أن أعود لأتثبت وأتدبر في التاريخ وفي الكتابات، وهذا حق، والله أمرنا بذلك أصلا. لذلك أحبابي في الله، الله سبحانه وتعالى يقول أنهم يكتبون ويقولون هذا من عند الله. وما هو من عند الله؟ سنأتي على حقائق. لماذا؟ بعلم الرقم والرقيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قصتهم كانت عجبا، كيف ناموا 300 سنين وازدادوا 9. لكن هل أصحاب الكهف والرقيم كان عندهم علم؟ عجبا. هنا نأتي على الكتاب المرقوم. إن كتاب الأبرار في عليين، وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم، كتاب مرقوم يشهده المقربون. من الذين يشهدون ذلك الكتاب ويدركون علم الرقم والرقيم؟ هم المقربون إلى الله سبحانه وتعالى، هم المقربون. لم أقول رسلا وأنبياء، فأولئك بطبعهم مقربون إلى الله، لكن العلماء أيضا يكونون مقربون أكثر وأكثر إلى الله. فاعلم يا ابن آدم وتعلم لتزداد قربا من ربك بالعلم، وليس بما ورثته عن آبائك وأجدادك من قبل. أنا لا أقدم خطبة جمعة، أنا نذرت هذه القناة وما أقدمه لوجه الله الكريم، وقلت له: ربي ثبتني بالقول الثابت، اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. أنا أجاهد أنا وبقية أحبابي بكتاب ربنا لقوله سبحانه وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذن أتثبت من التسجيل وأعود. العفو. لنواصل وأنتم يعني رأيتم هذه الكتابات، وهي أساسيات، نعم، أساسيات علم الرقم والرقيم. علم الرقم والرقيم أحبابي في الله، لتعلم قبل ذلك وأن اللغة العربية هي في الحقيقة كل اللغات، اشتقت منها جميع اللغات. نعم، عندما تقول نوح، الله لم يقل نوح، قال نوح. حرف الحاء لا تجده إلا في اللغة العربية. نعم،
عندما تقول قاف لا تجده إلا في اللغة العربية. نعم، كثير من اللغات لا ينطقون هذه الأحرف، والتي في ميزانها العددي والرقمي والنوراني قيمة كبرى، حيث أن حرف الحاء بقيمة عددية 7 مثلا. أين تجده في اللغات الأخرى؟ فلغتك العربية هي الأم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لعلك تشغل عقلك، لعلك تستعمل عقلك لتعلم. من هنا رأيتم هذا الجدول، هو جدول موجود من قبل بعثة نبي الله صلى الله عليه وسلم رسول الله. نعم، هذا الجدول الذي ترونه هم يحدثونكم على أنه جدول اسمه الجفر الصغير وجفر الكبير وجفر علي. لا، حاشا، حاشا لعلي ابن أبي طالب ابن عم الرسول أن يكون هو من أسس هذا العلم، لكنه علم وتعلم كما تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجدول كان العرب القدامى يزينون بهذا الحساب وهذا الجدول أشعارهم، كتاباتهم، مراسلاتهم. كانوا أيضا يعتمدون هذا الجدول الحسابي بالنقاط مثلا في مراسلاتهم السرية. فكيف ذلك؟ مثلا أبعث لك بكتابة رقمية كلها أرقام وأعداد، فآتي مثلا وأكتب لك رقم 5. رقم 5 يعني هاء. عندما أضيف على رقم 5 نقطة فوقها فتصبح نون، لابد أن تكتبها نون. عندما أضيف فوق رقم 5 نقطتين تعني لك حرف الثاء. ففي الحقيقة أن هذا الجدول اعتمده العرب القدامى اللغة العربية حتى لميزان أشعارهم وأغانيهم. ومن ذلك كانت بداية أولى أساسيات علم الموسيقى. علم الموسيقى، واسألوا عن ابن رشد العالم في الأندلس. نعم، هذه مثلا طريقة كانت معتمدة. فهو في الحقيقة لم يكن إبان حياة علي ابن أبي طالب واختص بهذا العلم، لا، هو يعلمه من قبل، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن الآن نتحدث عن رسول الله وعن علي وعن الصحابة، فنحن نصلي عليهم. نعم، كيف يصلي الله عليك وملائكته؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. هم يتصلون بالنبي، يرسل له وحيا، يعلمه، يحفظه، يرعاه، يرزقه. هذه هي الصلاة. نعم، والله يقول أنه يصلي على عباده، يتصل بعباده. الله يتصل بك، يصلي عليك وملائكته. هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور. كيف ذلك؟ يبعث لك برؤيا. الله يبعث ملكا يوحي إليك برؤيا، والرؤيا جزء من أجزاء الوحي. الله يرعاك، يرزقك. الله إذا مرضت يشفيك. الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا معك، أقرب إليك من حبل الوريد. هذه هي الصلاة، أن تتصل، أن تذكره، أن تتحدث فيما قاله ربك سبحانه وتعالى في كتابه. هذه هي الصلاة. وصل عليهم يا محمد إن صلواتك سكن لهم، أي اتصل بهم، حدثهم، راعيهم، رعاهم، لأنك راع وأنت مسؤول عن رعايتك يا محمد، وهؤلاء يتبعك وأحبابك، فاهتم بهم وشاورهم في الأمر، واعتني بهم وتصدق عليهم. نعم، واجعلهم أقوياء شجعان، حرصهم على القتال في الجهاد، جاهد. هذه هي الصلاة. الصلاة ليست اللهم صل اللهم صل اللهم صل، ما هذا؟ هذه الصلاة. الله يصلي علينا ونحن نصلي على النبي، نذكره، نتحدث في تاريخه. نعم، تاريخه الجميل الرائع.
من أعظم الخلق، الرجل الذي من رسالته وتعبه وجهاده وصبره وكفاحه تأسست أمة عظيمة تخشاها الأمم كلها. عندما تحدثوا عنه ونذكره، هذه هي الصلاة، الصلة، الاتصال. وأنت تستعمل آليات التواصل الاجتماعي لتذكر شيئا من كتاب ربك، فأنت تصلي على محمد، وليس هكذا صلي صلي. واعذروني لأتثبت من التسجيل. إذن لنواصل ولنحاول أن نرضي ربنا سبحانه وتعالى. اللهم ارضى عنا يا رب. كل امرئ بما كسب رهين. فهذا الجدول كما قلت لكم كان يعتمد في الرسائل أيضا المشفرة، الرسائل السرية. ولنقول مثلا أنك ستبدأ من رقم 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هذه الدائرة هي الصفر أيضا، يعني لا يساوي حرفا. أوكي، لكن هذه الدائرة أصلا لكل منها من حرف فيها، من رقم فيها، يعني كلمة. الكل يتذكر أن هذه الدائرة هي أساس فك شفرات الرسائل. نعم، كانت أولى الآلات التي صنعوها لفك الشفرات أقراص على هذه الشكل. فالصفر يقابله 5، الواحد تقابله 6، الاثنان تقابلها 7، الثلاثة تقابلها 8، نعم، الأربعة تقابلها رقم 9. حساب المتضادات. لكننا في هذه الحلقة الأولى سنتحدث عن المواطأة. المواطأة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي علم حساب، علم بالحساب. يقول في إمام آخر الزمان: يخرج رجل آخر الزمان ولو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم حتى يخرج من عترته وأهل بيته، أي من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، رجل يواطئ اسمه اسمي، ويواطئ اسم أباه اسم أبي، محمد ابن عبد الله. إذا فهذا الرجل بعلم الحساب اسمه يواطئ اسم محمد صلى الله عليه وسلم، واسم أباه يواطئ في الحساب والعدد والرقم ماذا؟ اسم عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوكي، إلى هنا علمنا أن هذا الحساب هو حساب في اللغة العربية، وهذا الجدول في التشفير وفي العدد والرقم، وكل حرف له قيمة رقمية، مثلما نعتمد القيمة الرقمية اللغة 0 1 في البرمجيات الإعلامية. نعم، هكذا كما ثم عديد الحضارات الأخرى نسجت على منوال هذا العلم، علم الرقيم. كان عند العرب القدامى الأوائل تعلموا هذا العلم، وهو علم أساسا منذ سيدنا إدريس عليه السلام. فالمغلوط عند الكثير الذين ينسبون أنفسهم إلى آل البيت ويتعصبون كثير لدرجة أنهم يتحدثون أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أنا أقول اللهم أكرمه كرما وزد في
مقامه. هو وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب المؤمنين وليسوا المنافقين الذين زيفوا لنا التاريخ وغيروا كما فعل بنو إسرائيل من قبل. سنأتي على ذلك بعلم الرقم والرقيم. فالحقيقة أن عديد الحضارات الأخرى أخذت على هذا المنوال وهذه الطريقة. لذلك الله سبحانه وتعالى نزل الكتاب الجامع مهيمنا على كل الكتب التي قبله وجامع لها جميعا في ماذا؟ وبماذا؟ بلغة الأم. نعم، لغتنا العربية هي لغة الأم، ذلك ليجمع كل الكتب السماوية في كتاب واحد مهيمنا. ثم ماذا زاده السبع المثاني، وتحدثت عن ذلك من لقاء. إذن هذا الجدول سنذهب به في القيمة الرقمية والتي هي معتمدة أساسا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لكن يأتي كتاب الله سبحانه وتعالى ليتمم هذا العلم، علم الرقم والعدد في مدلول الأسماء، فجعل في كتابه فواتح الصور التي نتعجب منها والعديد يبحث فيها ولم يصل إلى إدراك حقيقتها. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى ندرك السر العظيم من الفواتح. ألف لام ميم في 6 سور، ألف لام ميم صاد، ألف لام را في 5 سور، ألف لام ميم را في سورة، كاف ها يا عين صاد طه طاد سين ميم طاد سين، ياسين صاد حاميم عين سين قاف قاف ونون. فيهم من 28 حرفا اختار الله سبحانه وتعالى نصفهم 14 حرف بعدد الصور التي فيها السجدات 14. ثم ماذا؟ أنهم نصف الأحرف العربية 28، لأنه 28 حرفا اختزالها يعطيك 2 مع 8 10 التمام. نحن نتحدث في تمام المعرفة من كتاب ربنا، فكانت هذه الأحرف هي الألف ذكرت في فواتح الصور 13 مرة، اللام 13 مرة، الميم 17 مرة، حرف صاد 3 مرات، حرف الراء 6 مرات، حرف الكاف مرة، حرف الهاء 2، حرف ياء 2، حرف عين 2 مرتان، طاء 4 مرات، سين 5 مرات، حاء هذا الحرف الذي لا تجده إلا في اللغة العربية، حاء في اللغات الأخرى يقول ها، هو قيمته 7. القاف نعم، والذي لا تجده في عديد اللغات أخرى 2. النون مرة. من هنا أحبابي في الله نبدأ نتوكل على الله سبحانه وتعالى، فركزوا جيدا جيدا. سنعلم الكثير والكثير من كتاب ربنا بعلم الرقم والرقيم. هذا هو السر المكنون في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو الكتاب المكنون، أكن الله فيه سبحانه وتعالى سرا يعلمنا به الحقيقة، الحق من ربنا لأنه الحق، وما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا كتاب فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذا العلم الذي فيه جانب الخطورة، نعم، لأنه كان يعتمد ويعتمده السحرة ويعتمده المشعوذين في شعوذته وأسحارهم، فاتخذوا به اتجاها للشر. لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا لابد أن تتخذوا هذا العلم في اتجاه الخير. ومن هنا سنعلم حقيقة ماذا؟ أولى الأشياء التي تحققها بهذا العلم هي أشياء كثيرة، لكن أولى ما ستعلمه هو الرقيم
علم الرقم والعدد في مدلول الأسماء. سنبحث في مدلول الأسماء لأن ذلك سيكون بسيط مبسط تفهمون به الطريقة كيف بين القيمة النورانية باعتماد القيمة النورانية للأحرف 14 والقيمة الرقمية للأحرف 28. هنا سنبدأ رويدا ونحن لا نتحدث عن الفتنة بل أننا سنعطي أمثلة، وهذا هو المقصود مني حقيقة عندما أريد أن نعود لنتحدث في أيام نهاية حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبداية حكم جديد وحرب بعده طالت حفظة كتاب الله الذي حفظ الله في صدورهم كتابه، والحافظين لخطب رسول الله أكثر من 500 خطبة، والجامعين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حديث، وكانوا قريبين منه وكانوا يحفظون القرآن من لسانه. فلماذا قتلوا ما بين 500 إلى 700 حافظ للحديث؟ هؤلاء كانوا حافظين لحديث رسول الله وخطبه وحافظين كتاب ربنا في صدورهم، فكيف يقولون لكم أنهم قتلوا لأنهم ارتدوا عن دين الله؟ من يحفظ أحاديث رسول الله وكتاب ربنا في صدره أتظن أنه ارتد عن دين ربه سبحانه؟ لا، لأنهم ارتدوا على منافق من المنافقين وليس ارتدوا على دين الإسلام. هذا ما سنصل إليه. الحق، وقل الحق من ربكم. أنا أخاف الله، ليس هكذا كلام، وأحب رسول الله وأدافع عنه وأدافع عن ربي أيضا. نعم، لكن لا أخرج على الميديا وأقول يا حبيبي يا رسول الله، يا قرة عيني يا رسول الله، يا روح فؤادي يا رسول الله. ما هكذا؟ ومن قال أنك تحبه فعلا وقرة عينك؟ لا، لو أنك تدبرت في كتاب ربك وراجعت ما قاله نبيك في كتاب ربك هكذا ستحب محمدا حبا كبيرا. إذا فنأتي الآن على المواطأة، تسمى l'équivalence. C'est une équivalence، الموازاة، التوازي، علم التوازي، المواطأة. هنا نبدأ لنقل ما قيمة محمد، اسم محمد العددية. هنا لترى معي وأن سورة محمد صلى الله عليه وسلم 47 باختزالها تعطينا 7 مع 4 تساوي 11. 11 واحد مع واحد تساوي 2. هذا رقم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ستعود بك الذاكرة إلى الآية 40 من سورة التوبة 9. 4 مع 0 تساوي 4. ماذا يقول فيها سبحانه وتعالى؟ ثانية 2. أتثبت أعود. الحمد لله أنا هذه المرة الهاتف فيه طاقة استيعاب يعني ويمكنني من إتمام الحلقة إن شاء الله، هذه الحلقة الأولى. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى إذا أخرجه الذين كفروا ثانية 2 إذ هما في الغار؟ ثانية 2 جمعهم كم؟ 4 وهو ترقيم الآية، هذا رقم الآية. نعم، في السورة 9 التوبة. نأتي هنا، هذا رقم محمد صلى الله عليه وسلم من سورة محمد،
ثانية شخص آخر يحمل نفس القيمة العددية 2. كيف ذلك؟ محمد الميم ب4، ثم الحاء، أين حرف الحاء؟ ابحثوا معي. جيم، ثم الحاء 8، ثم الميم 4، ثم الدال 4 أيضا. نعم، مجموعهم كم؟ 20. 0 مع 2 تساوي 2. نعم، هذا رقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم القيمة الرقمية. سنأتي فيما بعد كيف هو اعتماد الأحرف النورانية لتعلم من الكتاب حقيقة أسماء الأشخاص بعينها. فمن هو ثاني 2 في الغار؟ من هو؟ ما قيمة اسم هذا الرجل الذي نبحث عنه؟ لنقل أنه مثلا كما يقولون لنا أنه أبو بكر. أبو بكر. لنبدأ من هنا. الألف ب1، الباء ب2، الواو ب6، الباء ب2، الكاف ب2، وحرف الراء ب2. هنا الجمع كم يكون؟ 1 3 9 15. 15 1 مع 5 تساوي 6. هل هو أبا بكر؟ لا، ليس أبا بكر. حتى لو قلنا أن نسميه أبي أو أبا، لأن حرف الياء والألف ونفسه، سنغير هذه لتصبح مثلا 1، يعطينا 10، يعطينا 1، لا يعطينا 2. إذن فمن هو صاحب رسول الله؟ هنا أعود للتاريخ وأسأل، فهنالك من يجيبني يقول لي هو حامل سره ورفيق دربي دائما وأبدا، هو وعمار أيضا، هو حذيفة. عندما نكتب حذيفة الحاء بكم؟ 8، الذال ب7، الياء ب1، الفاء ب8، الهاء ب5. هنا أحبابي قبل أن ننهي هذه الحلقة لنجمع 8 مع 7 15 16 24 تساوي 29. كما هنا وجدنا سورة محمد 47، ف29 أيضا هي سورة العنكبوت. فلما دخل حبيبنا محمد وصاحبه حذيفة إلى الغار نسجت العنكبوت على باب المغارة، وهذه حقيقة آية من الله سبحانه وتعالى. نعم، تجد سورة حذيفة هي سورة العنكبوت 29، ذلك أن 2 مع 9 تساوي 11، نفس القيمة العددية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تجمع 1 مع 1 تساوي 2، ثاني 2 إذ هما في الغار. ثاني 2 إذ هما في الغار. ماذا يقول رب العزة سبحانه وتعالى في الآية 11؟ الآية 11 من سورة العنكبوت ماذا يقول؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. صدق الله العظيم. الحلقة القادمة بعد هذه مباشرة إن شاء الله سنتحدث عن جاء بالصدق وصدق به.
يضرب لنا الله سبحانه وتعالى مثلا، فهل هو أبا بكر ورقمه 6؟ فلتعقلوا هذا الرقم، رقم من هذا؟ هل تقرأ؟ هل تقرأ بعلم الحرف والكلمة؟ هذا وهذا. سنتم الحلقة القادمة، وقلت لكم أنه علم في الأسماء وفي التاريخ وفي عديد الأشياء، في الفيزياء وفي البيولوجيا. نعم، هذا عندما نأتي لحلقات نربط فيها هذا العلم، علم الرقم والرقيم، بماذا؟ بعلوم أخرى في كتاب ربنا، لتعلم أن هذه الفواتح، نعم، 14 ليست عبثا، هي تعلمك، تعطيك شفرة لتعلم بها من هو صاحب الغار مثلا، من هو الصديق المصدق. قيمة صدق تعاد مرتان، سنعلم من كلمتين، صدق وصدق، جاء بالصدق وصدق به، اثنان، وثانيا اثنين. من هنا علمت بالحساب الرقمي، حتى أن سورة محمد فيها 38 آية، جمعها 11، تعطيك الرقم 2 مثل حذيفة تمام. هذا هو أول سر تعلم به الحقيقة. فلم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار إلا حذيفة، ثانية الاثنين. من هنا أقول لكم ملتقانا الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.